امبارح كان عندنا حدث مهم، وهو منتخب مصر كرة اليد للشباب تحت 17 سنة. جيل واعد، جيل حلو قوي، بيلعب مع ألمانيا، بيوصل لحد الشوط الرابع اللي هو الشوط الإضافي الرابع، وبيخسر بفرق جول. الأهلي المنتخب آسف عمل ماتش حلو. الحكم تواطأ في كام كورة، في كام لعبة كانت للمنتخب، اللي كان فيها ضربة جزاء، اللي كان فيها طرد ايقاف دقيقتين، اللي الحكم ما عملش كل ده. بس سيبنا بقى من كل ده، اللي احنا خدنا الفضية، وطبعا ألف مبروك وإنجاز عالي قوي، وحاجة تحسب لنا وتحسب لهم، وحاجة تشرفنا بصراحة. احنا يعني أنا كنت قاعد امبارح وأنا داخل وأنا قد عمرهم مرتين ولا أكتر، قاعد أنا فرحان، يعني فرحان بيهم جدا، يعني حاجة تحسب لهم جدا، يعني ما شاء الله عليهم، يعني ربنا يا رب يكرمهم. بس يا ريت احنا نحافظ على الجيل ده، لان بصراحه احنا جيل الكوره، كره القدم يعني مش لاقيين. اسامه نبيه جيل تحت 20 ودول تحت 17 قريبين من بعض، يعني 3 سنين فرق. ادي اللي تحت 20 لما راح لعب في كاس عالم عمل ايه؟ الحمد لله خسرنا وطلعنا بفضيحه والمدرب قال لك مش هننفع، واللي والكلام الحمصي. وامبارح التانيين بيلعبوا، بيكسبوا عادي فرنسا، وبيكسبوا عادي اسبانيا، وبيكسبوا عادي، ويلعبوا المانيا، وند بند. ده الفرق. يا ريت نهتم باللعبه دي، لان بصراحه كره اليد بقالها فتره طويله قويه جدا جدا جدا، وجايه او جت، مش جايه، هي جت ومستقره. بس احنا ما عندناش تسليط اعلامي عليها، ولا على اللعيبه، ولا على المدير، ولا حتى على قوانين الكوره، ولا على قوانين اللعبه، ولا اي حاجه. مش فاهمين اي حاجه اصلا، عشان نكون امنا يعني. ف مبروك، ربنا يكرمكم في اللي جاي، وان شاء الله بالتوفيق في اللي جاي باذنك انت يا رب.